أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات إيكو الرمضانية. حلقة النهاردة عن إزاي المحول والسويتش جير بيقدروا يكلموا بعض من خلال محطات الطاقة الشمسية. الأول هنعرف مع بعض إيه هو الترانسفورمر، إيه هو السويتش جير، ومكانه فين في البي في بلانت. بعد كده هنشوف بيتكلموا مع بعض إزاي. هيكون معكم ان شاء الله النهارده مهندس عمل علواني، ماجستير هندسه كهرباء باور، ايكو ايجيبت فاوندر. ترانسفورمر هو تول بيحول الجهد من 800 فولت لحد 33 كيلو فولت، ستيب اب او ستيب داون، بحيث يبقى مناسب للربط مع الشبكه، سواء من اللو فولتج كاتيجوري للميديوم فولتج كاتيجوري او العكس، ان هو بيشتغل ستيب اب داون. المحول ده بيبقى بعديه ميديم فولتج سيركت بريكر، جواه سي تي وفي تي. الكرنت ترانسفورمر فولتج ترانسفورمر اللي جواه بيقوموا بقراءة الاي سي سايد فولتج كرنت فريكونسي اكتف رياكتيف باور وباور فاكتور. ده كده الاي سي سايد ميجرمنت. الميجرمنت دي بتتقاس هي بالظبط عند السويتش جير، برضو عن طريق الفي تي والسي تي، نفس الميجرمنت. طيب مكان الترانسفورمر فين في المحطة؟ ده مكان الترانسفورمر ان كل مجموعة انفرترات، يعني دول حوالي 25 26 انفرتر، مربوطين على ترانسفورمر رقم واحد، وكل ترانسفورمر عليه نفس عدد الانفرترات. طيب الترانسفورمرز دي كلها بتودي فين؟ ده السويتش جير الرئيسي اللي بياخد من الترانسفورمرز دي ويربط مع الشبكة. فايه هي الحاجات اللي المفروض بيكلموا بيها بعض؟ زي القراءات، زي الاعطال، زي التغيرات اللي بتحصل في الشبكه، ده بتتقري ازاي ما بينهم وما بين بعض؟ عن طريق البروتكشن. ففي بروتكشن ريلي راكب جوه الترانسفورمر على السيركت بريكر، فولتج وكرنت بروتكشن ريلي، وبرضه موجود على السويتش جير فولتج وكرنت بروتكشن ريلي. بيكلموا بعض عن طريق السكادا والار تي يو. السيجنالز اللي طالعه زي الميجرمنت وكمان البوزيشنز. البوزيشن للسيركت بريكر هو اون ولا اوف، البوزيشنز للارث سويتش هو اون ولا اوف. بيقدروا يتواصلوا مع بعض عن طريق السكادا. طيب ده بيتم ازاي؟ بيبقى فيه داتا لوجر عند كل ترانسفورمر. الداتا لوجر ده بياخد كل القراءات دي من الترانسفورمر اللي بدوره واخد القراءات دي من الانفرترز، السولار البي في انفرترز. فالترانسفورمرز دي عن طريق الداتا لوجرز بتسلم للمين كنترول روم، وبدورها متوصله على الار تي يو الخاص بالسويتش جير. فالار تي يو الخاص بالسويتش جير مع البروتكشن ريلي بيقدر يفهم السيجنال ليست اللي جايه من الترانسفورمر ستيشنز، وعلى اساسه بيبدا يحدد لو في فولت مكانه فين، القراءات اللي جايه فيها مشاكل ولا لا، هل طبيعيه ولا لا. كل ده بيتم عن طريق الداتا لوجرز والسكات. دي كده كان عنوان حلقة النهاردة. نشوفكم في حلقة جديدة مع حلقات ايكو ايجيبت في شهر رمضان الكريم. السلام عليكم.